بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنتكلم النهاردة على طريقة التخسيس عن طريق عشب الزنجبيل. هو عشب جذري آسيوي. هو العشب ده بيزدهر في التربة الطينية، وكان معروف منذ أكثر من 4000 سنة إن هي عشب بيعالج مشاكل الهضم والغثيان الإسهال. أهم حاجة في فوائد الزنجبيل إن إحنا بنستخدمه في إنقاص الوزن. إزاي بنستخدم الزنجبيل في إنقاص الوزن؟ هو الزنجبيل لما بيتاخد بيزيد حرارة الجسم، فبالتالي سرعة حرق السعرات الحرارية بتزيد. فلو على كده إن الزنجبيل نفسه خالي أصلا من السعرات الحرارية. ممكن نستخدم الزنجبيل في الطبخ أو شرب الشاي أو شاي الزنجبيل، وبذلك يمكن أن تفقد وزن سريعا جدا. لازم نحط في حسباننا إن الزنجبيل مش بديل عن نظام غذائي معين، اللي هو النظام الغذائي اللي بتخفض السعرات الحرارية، بس هو بيساعد في تقليل الوزن بسرعة وهي بطريقة ملحوظة. طيب كلنا عارفين في حاجة اسمها شاي الزنجبيل، وكلنا بنشتريه من بره من عند العلافة أو من عند أي حد. لو شاي الزنجبيل شربناه من مرة إلى 3 مرات يوميا بيساعد على زيادة الهضم، ومعروف إن زيادة الهضم دي بتساعد على زيادة العلاج من مرض السمنة. ليه؟ لأن كل ده في الآخر بيبقى بتساعد على عمليات الحرق داخل الجهاز الهضمي. ممكن إن إحنا لو جبنا بذور الزنجبيل نفسها قبل كل وجبة، سواء إفطار أو غدا أو عشاء، ممكن ناخد جزء من جذر الزنجبيل نبشره، نحط مع عصير ليمون. ممكن نحطه مع الوجبات، يعني نخلطه في الوجبة نفسها. ده بيعمل تحسين هضم حتى لو كمية صغيرة جدا من الزنجبيل. علاوة على ذلك إن الزنجبيل أو جذر الزنجبيل لو خدناه عن طريق الخلط مع الوجبات أو عن طريق التناول المباشر، ده بيقلل الشهية. آخر حاجة احنا ممكن نتكلمنا عن الزنجبيل، ممكن نحطه مع التوابل. بمعنى ممكن إن احنا نحطه جوه التوابل العادية بتاعة الأكل أو في وسطها كنوع من أنواع الأعشاب اللي بتتحط عادي خالص، وتخلطه، يعني تخلطه في وسط الفلفل، تخلطه مع الكمون، الحاجات دي كلها. الحاجة المفيدة بقى بالنسبة للزنجبيل، لو احنا حطينا الزنجبيل مع عسل، يعني معلقة صغيرة من الزنجبيل مع نص كيلو أو بكتير أو كيلو عسل، لو من كل يومين من كل يوم ومرتين إلى 3 مرات، ممكن الكلام ده يقلل الوزن جامد جدا. طيب هل ينفع إن أنا أعمل شاي زنجبيل بنفسي؟ ممكن إن أنا آخد بذور الزنجبيل الطازجة بس جاية، هنحطها في كوباية إزاز، وكده هنبتدي إن إحنا نعمل لها عملية طحن، هنطحنها عادي خالص. بعد كده نحط مية مغلية عادي 10 دقايق مثلا، وطبعا يكون الزنجبيل بيغلي يعني زي الشاي المغلي كده. بعد كده تحط معلقة عسل أو معلقتين عسل، طبعا بناء على مدى كمية السكر اللي أنت بتحبها. ممكن نحط عصير ليمون، بيدي نكهة جميلة جدا. من الحاجات الجميلة اللي في الزنجبيل إن هو ليه تأثير عالي جدا على مستوى الكوليسترول، لأن الكوليسترول معروف طبعا إن هو بيسبب السمنة سواء في الستات أو الرجالة.
وطبعا زيادة المستوى بتاع الكوليسترول بيؤدي إلى اللي هو البي ام اي بتاعه بيكون أعلى من الطبيعي. فبالتالي احنا ممكن نقلل أي أمراض مرتبطة بالسمنة زي بعض أنواع السرطانات انتشار على الكل أو أمراض القلب برضه. فلو خفضنا نسبة الكوليسترول في الدم هنلاقي إن مستوى الكوليسترول طبعا في الكبد هيقل، فبالتالي هيظبط النسبة بتاعت الكوليسترول في الدم. طبعا ده بيؤدي إلى إيه؟ برضه عدم تجلط الدم، وبنفس الوقت خفض ضغط الدم، لأن هو الحاجات دي كلها مترتبة على بعضها. وطبعا بالتالي بدل بقى يعني معدل سريان الدورة الدموية بقى مظبوط، والكوليسترول قل، وضربات القلب اتظبطت، والتجلط مش موجود، والكبد نسبة الكبد نسبة الكوليسترول فيه مظبوطة، والبي ام اي مظبوط. فكل ده هيساعد على زيادة المناعة. زيادة المناعة بتطرد السموم من الدم. بتكون طبعا سواء كان في عرق زيادة، سواء كان في اللي هي الرعشة، الدوخة، الحاجات دي كلها، ده كله بيضيف مع تحفيز الدورة الدموية وطرد السموم من الجسم. الحاجة الأهم برضه إن هو بيقلل من مشاكل الجهاز الهضمي بدوره يعني. وطبعا بدل مشاكل الجهاز الهضمي بتقل ودورة الدم بتتظبط، فبالتالي أنا بلاقي إن الالتهابات اللي بتبقى إن الجسم معرض ليها بتبقى أقل بكتير جدا. يعني من الحاجات اللي احنا بننصح بيها دايما إن الزنجبيل يتاخد مع عصير الليمون، يتشرب كشاي، ممكن نحطه مع زيت الزيتون، ممكن يتحط في السلطة، الخضار السوتيه، الحاجات اللي